معنا شخصية أنا ممكن برضو نستفيد من يعني إجابتي على هذا الموضوع. الشخصية اللي معنا الآن هو الأستاذ فوزي الباشا رئيس نادي الخليج. مساء الخير أستاذ فوزي. مساء الخير أخي العزيز لك ولضيوفك الكرام. حياك الله أستاذ فوزي. في البداية خلينا نسألك عن أول شيء استعدادكم لمباراة الغد أمام الفتح، مباراة هامة مصيرية، فوزكم بكرة يعني راح نقدر نقول تضمنون بنسبة كبيرة بقائكم في دوري جميل. لا شك بأن مباراة صعبة ومصيرية بالنسبة للخليج وبالنسبة للفتح أيضا، ولكن نتأمل إن شاء الله أنه نتحصل فيها على 3 نقاط، لأنه استعدادنا استعداد جيد. تم إعداد الفريق بصورة ممتازة على الصعيد الفني والصعيد النفسي، أيضا الدعم أو الحوافز المالية، وتبقى الكلمة الأخيرة للاعبين داخل الملعب. أتمنى إن شاء الله أن يكونوا كما وعدونا دائما في الموعد والوعد. الجميع جاهز لهذه المباراة ولا في إصابات؟ وفي إيقاف فقط للاعب فيصل الخراع، ولكن والله الحمد أيضا يعني مباراة الغد ستشهد عودة اللاعب المتألق عبد الاله البخاري، وما أتوقع أن هناك أي نقص. كل اللاعبين إن شاء الله سيكونون حاضرين للمشاركة. طيب بالنسبة للتهيئة النفسية أستاذ فوزي عفوا عفوا هل في عمل مختلف عن بقية المباريات الماضية؟ هل في وعود شرفية مبالغ مالية للاعبين في حال تحقيق الفوز في مباراة الغد؟ بالنسبة للتهيئة النفسية يعني نسير على نفس المنوال، والله الحمد. أنا يعني أفتخر وأعتز بأن يكون من ضمن منظومة العمل يعني شخص بقيمة ويعني وبكفاءة الأخ حسين الصادق. أنا أعتقد بالإضافة إلى يعني بقية منظومة العمل، ولكنه قادر ولله الحمد من خلال خبرة كبيرة اكتسبها في الملاعب السعودية وأيضا الدولية أن يهيئ الفريق بصورة ممتازة. بالنسبة للوعود الشرفية ليس لدينا للأسف أعضاء شرف أو داعمين، ولكن نعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على الجهود الذاتية، وأيضا وضعنا مكافأة مضاعفة للفوز في لقاء الغد، لأنه أعتقد مباراة لا تقبل ألطاف الحلول. مباراة يجب أن ندفع المهر إن أردنا البقاء في دوري جميل. فمباراة الفتح ستكون هي إن شاء الله الخطوة اللي يجب أن نركز عليها بشكل كبير. كم وصل المبلغ الرقم؟ والله صعب انه يعني نعلنه، ولكن بالنسبه لنادي الخليج انا اعتقد انه يعني وصل الى 15,000 ريال قابله للزياده، ولكن هذا هو يعني طبعا هي مكافاه الفوز الاوليه المرصوده هي 5,000 ريال تم مضاعفتها، يعني اعتقد انه 3 أضعاف المكافاه المرصوده وقابله للزياده. جميل. طيب استاذ فوزي، يعني الزملاء او الضيوف الكرام كانوا يعني يتناقشون تحت او قبل مداخلتك، وكنا نتحدث عن موضوع هبوط مستوى اللاعب والانديه بشكل عام في المنطقه الشرقيه. الان هذا الموسم جميع الانديه هناك تصارع على البقاء، وش السبب؟ للاسف الشديد انه المنطقه الشرقيه ولاده ومصدره للاعبين. اعتقد انه المنافسه صعبه اليوم، انه كره القدم صناعه. اللاعب لا يمكن اطلاقا ان يعني تقنعه او تغريه بالبقاء في ناديه طالما ان هناك عروض افضل. الاحتراف ببساطه انه يبحث عن العرض المالي، العرض المناسب بالنسبه له. لا يمكن ان تجاري انديه المنطقه الشرقيه انديه الوسطى، انديه الغربيه، انديه اخرى يعني كان لها باع كبير، بالاضافه الى وجود اعضاء شرف وداعمين، رعايات ايضا مهمه. كلها ايضا يعني تصب في يعني مصلحه الفرق المنافسه. بالنسبه للخليج وبالنسبه للاتفاق، وان كان الاتفاق في وضع افضل، هناك داعمين. من يعتمد على الداعمين واعضاء الشرف انا اعتقد انه مرحله انتهت في عالم الاحتراف وكره القدم، وبالتالي تنكشف هذه الامور بدرجه كبيره. انا اعطيك على سبيل المثال يمكن جزء كبير من المعاناه اللي يعانيها الخليج هذا الموسم هو غياب 7 لاعبين اساسيين كانوا يمثلوا الفريق في الموسم الماضي واللي قبله، وكانوا عاملين فارق معكم بكل تاكيد. انا اتكلم على سبيل المثال، اعطيك مثال واحد فقط، حسام بهبري، مصعب، كل هؤلاء يعني بوبا. واحد من الاسباب اللي انتقل من خلالها بوبا هو وجود عرض مادي افضل له، رغم انه كان له عرض ساري المفعول مع الخليج. وبالتالي انه لا تستطيع ان تقنع او تستقطب اللاعبين وتقي عليهم ما لم تقدم لهم العروض الماليه. انديه المنطقه الشرقيه للاسف بشكل عام هي انديه فقيره.
مع أن يوجد هناك أسماء وأعضاء شرف يعني حتى اجتماعيا لهم مكانة ولهم أيضا يعني أو لهم باع طويل في عالم التجارة. هذا صحيح، ولكن يمكن الآن يعني مع الخصخصة هذه الأمور أيضا بدأت تسبب نوع من القلق بالنسبة للداعمين وأعضاء الشرف. أين ستذهب أموالهم؟ هل ستكون من ضمن الأسهم؟ هل سيكون من ضمن الملاك؟ هذه أمور أنا أعتقد بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي بشكل عام للمنطقة، ليس المملكة العربية السعودية فقط، ولكن هذه أمور أنا أعتقد أثرت بصورة كبيرة جدا على حتى الوضع العام للرياضة. متفائل بكرة أستاذ فوزي؟ جدا، دائما نبحث عن الأمل، يعني لو لم يكن هناك أمل ما كان هناك عمل. أنا أعتقد يعني جاهزين وبالله وبعون الله بدعم كبير من الجماهير، بثقة كبيرة في اللاعبين، بالخطة المناسبة اللي وضعها الكابتن جلال القادري من خلال قراءة نقاط الضعف في الفتح ونقاط القوة اللي ركز عليها في الخليج. إن شاء الله راح نحقق النتيجة الإيجابية. موفقين خير إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ فوزي الباشا، رئيس إدارة أو رئيس مجلس إدارة نادي الخليج.